ورا كل عمل فني حكاية، في حاجات بنشوفها وبنسمعها وبتعدي، لكن اللي بيمس القلب والعقل بيعيش في الذاكرة. النهاردة في خربشة فنية هنتكلم عن أغنية أصبحت في فترة السلام الوطني لجمهورية مصر العربية. هنتكلم عن نشيد والله زمان يا سلاحي. حكاية النشيد بدأت مع غارات العدوان الثلاثي على مصر. الموسيقار كمال الطويل اتصل بصلاح جاهين وقرروا إن ضروري يكون في عمل فني يعبر عن الأحداث، وطلب جاهين إن كمال يقفل الخط. وبعد شوية اتصل بكمال الطويل وقال له: اسمع كده يا كمال، والله زمان يا سلاحي اشتقت لك في كفاحي. وكمل اللحن والكلمات، واتصل الموسيقار كمال الطويل بكوكب الشرق أم كلثوم وسمعها اللحن والكلمات، وعجبها النشيد جدا. واتقابلوا كلهم في بيتها في الزمالك، وكان في انتظارهم عازف الكمان أحمد الحفناوي ورئيس الفرقة الموسيقية. وفي وسط البروفة وقعت غارة، وقعدوا كلهم على ضوء الشموع، ودخلت أم كلثوم البلكونة تتفرج على الغارة. وقال لها كمال الطويل: مفيش داعي يا ست الكل، لا تصيبك شظية. فردت عليه بتلقائية: شظة ايه يا كمال؟ أنا نفسي أمسك بصوابعي طيارة من طياراتهم وافعصها بإيدي. وبيحكي كمال الطويل إن رغم نصيحة القيادة بعدم تسجيل النشيد في الإذاعة وتسجيله في استوديو مصر، وده خوفا من الاعتداء على الإذاعة، إلا إن أم كلثوم رفضت وقالت: أموت في الإذاعة أحسن ما يقولوا هربت. النشيد أصبح السلام الوطني لمصر من سنة 1960 وحتى توقيع اتفاقية كامب ديفيد، وأذيع لأول مرة في إذاعة صوت العرب، واستخدم في العراق وليبيا. لهنا خلصت خربشتنا. استنوني في حلقة جديدة وخربشة فنية جديدة. كنت معاكم أنا مروة صالح.